لا 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 لا، بص بقى، عايزك تركز لي النهارده علشان خاطر انا عايز اقول لك لما بتقول لي على حاجه وبحطها في الجمجمه ما برتاحش تماما غير لما بجيبها لك. طيب بص بقى يا سيدي، جبت لك موقع تقدر تعمل منه صور وفيديوهات من جميع الموديلز اللي ممكن تكون بتحبها مجاني وبلا حدود. ايه رايك في الحاجتين دول؟ سواء بقى من جروب كلينج، صوره 2، ميدجيرني، نانو بنانا، سيدانس، وغيرهم كتير من الموديلز اللي لو فضلت اقول لك عليها مش هنخلص. المهم بقى يا سيدي، فاكر جمله ان اللي جاي ما ينفعش انه يفوتك؟ اديني بفكرك بيها تاني لو نسيتها. فما تنساش بقى اشتراك في القناه علشان اللي جاي فعليا لو فاتك هتزعل جدا. جاهز؟ يلا بينا. طيب يا معلم، قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي، دي اول حاجه عشان ربنا يكرمنا ونبدا ناخد اقصى استفاده من الفيديو. بص يا سيدي، ده الموقع اللي هنبدا نشتغل عليه. الموقع مش بيديك انليميتد في الكريدتس، ولكن انا هديك طريقه تخليك تستخدم الموقع بلا حدود زي ما قلت لك، مجاني بالكامل برضو زي ما قلت لك، بدون ما تدفع جنيه واحد. اللي هتعمله هنا انك اول ما تفتح الموقع هيبدا يقول لك ان انت تخش بالجيميل بتاعك او تسجل ايميل جديد. فاحنا هنبدا نقول له ماشي تعالى نسجل. هبدا مثلا اختار هنا اول واحده وهبدا اقول له انا محتاج اسجل ايميل جديد بالشكل ده. فهنا بيقول لي ان انت ممكن تسجل عادي. طيب الطريقه هنا او التركايه فين؟ التركايه هنا ان التمب ميل بيبدا يقبل معاك بشكل عادي جدا، وانت عارف ان التمب ميل مش بيكون دايما متاح في كل المواقع. طيب هبدا اروح معاك علشان خاطر افتح موقع التمب ميل، وهختار معاك موقع اللي هو ده اسرع موقع ممكن تستخدمه في التمب ميل ويديك الرساله بسرعه وتغير الايميل لاكتر من حاجه. فخلينا نمشي خطوه خطوه. اول ما افتح الموقع هبدا ادوس انشاء بريد باسم عشوائي، فبيبدا يديك ايميل فوق بالشكل ده صالح لمده 45 دقيقه. اللي هتعمله دلوقتي انك هتبدا تدوس دوسه كده، هتبدا خلاص خدته كوبي وهتبدا تروح هناك هتحط له الايميل هنا وتبدا تحط الباسورد بتاعك. لازم يكون الباسورد فيه حروف كابيتال وسمول وارقام علشان خاطر يقبل معاك، وهبدا ادوس هنا كده. طيب هنا بيقول لي ان احنا بعتنا كود على الايميل بتاع التم، وفي لازم الرساله دي تجيلك، فانت لازم تحل اللغز ده اللي هو انت بتبدا تشد دي كده وبتبدا تحطها في الشكل اللي شبهها علشان خاطر يبدا يرسل لك الرساله هناك بالشكل ده كده. هو بعت الرساله ومعاك 60 ثانيه تقدر انك تجيب بيهم الكود من هناك. فهرجع للموقع وهستنى كام ثانيه كده او هبدا اعمل ريفريش مثلا بالشكل ده. بص كده لما عملت ريفريش ايه اللي حصل؟ في رساله جات لي اهي بالكود بتاع الموقع اهو اللي هو الرقم ده. هبدا اخده كوبي وهبدا اروح هناك بسرعه قبل ال 60 ثانيه، واعتقد لو 60 ثانيه خلصوا عادي مش مشكله برده، بتبدا تحط الكود وبتبدا تعمل نيكست بالشكل ده. طيب ركز معايا بقى عشان الخطوه دي مهمه جدا علشان نزود ال 70 كريدتس اللي هو مديهم لك دول. طيب لو جيت بصيت هنا فوق هتلاقي كلمه انفايت فريندز، وهنا هو بيديك 3 كود. لكل كود من دول انت بتبدا تاخد 50 كريدتس زي ما هو كاتب لك كده بالظبط. طيب واحده واحده، انا هعتبر ان انا شخص تاني فهروح على مثلا المتصفح الثاني اهو وعايز اسجل ايميل جديد، فبرضه ممكن اسجل من التمب ميل اهو. طبعا التريكايه هنا في لا محدود هو ان انت تبدا تبعت الانفايت لاصدقائك وتاخد كريدتس زي ما انت شايف كده، ولكن طبعا تاخد 150 كريدتس ومعاك 70 يعني حوالي 200 وشويه، او انك تبدا تشتغل بالتمب ميل وده هيبقى معاك لا محدود براحتك، تقدر انك تعمل اللي انت محتاجه. فخلينا اسجل معاك برضه اهو. هبدا مثلا علشان اغير الايميل ده هبدا ادوس كلمه تغيير كده وببدا اخد اهو نسخ، وهبدا اروح هنا وزي ما قلنا الباسورد لازم يبقى كابيتال وسمول وارقام، وهبدا ادوس هنا على كلمه تسجيل. هنا هيجيب لك اللغز اهو اللي لازم تحله، انت بتحط بس دي في اللي شبهها وخلاص كده. هنا بيبدا يقول لك ان احنا بعتنا الكود هناك. هبدا ارجع للموقع بتاع التمب ميل وهعمل ريفريش، لسه الرساله ما جاتش. طب هعمل ريفريش مره ثانيه، الرساله جت اهو زي ما انت شايف، ما بتاخدش وقت تماما. ببدا اضغط هاخد الكود كوبي وهبدا اروح هناك احط هنا الكود وهبدا ادوس نيكست كده. انا بقى معايا 2 ايميل واقدر اعمل ايميلات براحتي طول ما انا قاعد، اقدر اعمل ايميلات تمام. هنا برضو نفس الموضوع، هو هنا بيديك 3 كود تقدر تعمل بيهم كريدتس. طيب ركز بقى اللقطه فين؟ اللقطه هنا ان انا هعتبر ان ده الايميل الرئيسي اللي احنا سجلناه في الاول تمام. هبدا ادوس على كلمه انفايت وهبدا اخد كوبي من اول كود وهبدا اروح كأن انا الشخص الثاني اللي هو صديقك مثلا. هدوس هنا على الكلمه دي وهبدا احط الكود اللي انا بعته له او هقول له مثلا حطه عندك كده، فهبدا ادوس كونفيرم. بص انا كشخص ثاني هبدا اخد 50 كريدتس وكشخص اولاني هقدر اخد 50 كريدتس. فهمت اللقطه فين؟ فانت معاك 3 كود تقدر بقى تعمل الكلام ده في اكتر من ايميل، فيبقى معاك كريدتس يا باشا بلا حدود تقدر تعمل بيها فيديوهات طول ما انت شغال مش هتقف تماما. حلوه اللقطه دي؟ حلوه اللقطه دي. طيب تعالى بقى بينا نبدا نتعرف على الموقع ونشوف هنشتغل عليه ازاي. لو جينا هنا على كلمه نيو بروجكت بالشكل ده هبدا اختار الورك فلو هنا بالشكل ده، فيبدا يدخلني على الصفحه اللي هتفتح معاك بالشكل المرعب اللي قدامك ده. اللي بتعمله انك بتدوس كنترول وبتبدا بالسكرول كده ترجع لورا علشان تبدا تعمل سيلكت على كل الكلام ده وتدوس ديليت، فيبدا يشيل لك كل الهيصه اللي قدامك دي. طيب علشان ابدا انشئ حاجات بقى، بص كده هتدوس على علامه البلس هتلاقي فيها كل اللي انت ممكن تحتاجه. ريفاين برومبت، ايمج، فيديو، تكست تو ايمج، ايمج اديتور، انهانس اللي هو انت لو حابب تقوي تفاصيل صوره او
الكواليتي بتاعتها تكست وفيديو، فاحنا مثلا خلينا ندوس على تكست وفيديو، تمام، هيبدا يظهر لك الشكل ده. طيب انا بدوس كنترول وبدوس هنا ايه على السكرول كده عشان اكبر واصغر، ولو حابب اتحرك شمال ويمين بس ثبت 7 على السبيس وببدا اشد كده اهو وببدا اتحرك عادي، فهتلاقي معاك الموضوع سهل جدا. طيب في التكست تو فيديو هتلاقي هنا كل المودلز اللي قدامك دي تقدر انك تستخدمها بشكل مجاني بالكامل، او مش بشكل مجاني بالكريدتس اللي قلنا عليها، ولكن طبعا زي ما قلت لك هتقدر تعمل فيديوهات من غير ما تقف خالص، تمام. كل ده موجود ولكن جروك هنا مش موجود. طيب جروك اجيبه منين؟ اللي هعمله برضو ان انا هبدا ادوس على علامه الزائد هنا وهبدا اختار ايمج تو فيديو زي ما انت شايف كده، ان دي حاجه ودي حاجه اهو. هنا مثلا دي لوحدها اهو، اللي هو هنا انا بحط التكست وهنا بحط الصوره اللي انا محتاج احركها وهنا بختار الموديل اللي انا محتاجه، وهتلاقي هنا في جروك اهو يا معلم، جروك بالشكل ده، وهتلاقي عندك كلينج 3 اللي هو اخر تحديث، وعندك سيدانس اللي هو اخر تحديث الفاست، وصوره 2 برو وفيو 3، كل حاجه موجوده. انا حاسس ان انت في كنز فعليا والله العظيم. يعني الصوره المصغره اللي انا عملتها للفيديو يا جماعه تحس ان هي فعلا مناسبه جدا مع الفيديو. طيب دلوقتي انا هختار مثلا جروك هنا مثلا هياخد مني كام؟ خلينا اختار جروك اهو، بيقول لي ان انا هاخد منك 25 كريدتس في الكواليتي 720 وفي 5 ثواني. طب لا انا محتاج ال 15 ثانيه، انا راجل طماع يا عم وبحب الحاجات الطويله جدا. بيقول انا هاخد منك 74 كريدتس، مش مشكله خد، ما انا كده مش هقف، ما عنديش اي مشكله تماما. طيب هروح معاك على بنترست وهجيب معاك اي صوره علشان اجرب معاك التحريك بشكل سريع. وعلى سبيل المثال انا هاخد الصوره دي علشان احركها وعلشان اعمل برومت، على فكره بيقبل بالعربي عادي جدا، لو عايز تكتب له بالعربي ما عندناش مشكله. هبدا اخد الصوره اروح لشات جي بي تي زي ما بنعمل، وهبدا اقول له محتاج برومت لتحريك الصوره دي بشكل ابداعي واحترافي وكانه مشهد من فيلم، محتاج كل عنصر في الصوره يتحرك بدون اي مشاكل وبطريقه واقعيه جدا تحسسني كانه فيلم شغال. فبدا يديني يا معلم البرومت اللي قدامك ده، ببدا اخده كوبي وهبدا ارجع للموقع. هنا ببدا ارفع الصوره بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهنا هبدا احط البرومت اللي انا جبته من شات جي بي تي اهو، وهنا هبدا اعمل رن. وبص كده العد ما بياخدش وقت تماما زي ما انت شايف كده، سريع جدا جدا حتى في ال 15 ثانيه في الكواليتي 720. طب لحد ما يخلص وقبل ما اكمل معاك مميزات باقي الموقع، عايز اقول لك ان كورس حمد دلوقتي بقى متاح بعروض قويه جدا، تقدر تاخد فونت حمد الرابع والخامس والسادس مع الكورس بشكل مجاني تماما، وهتقدر تاخد باكج فيها 50 جيجا ملحقات فيها كل اللي انت ممكن تحتاجه وزياده. الكورس بيتحدث باستمراريه وبتخش جروب واتساب وتليجرام مع كل المشتركين، ولو في اي مشكله بتكلمني بكون معاك ان شاء الله خطوه بخطوه. والكورس فيه الذكاء الاصطناعي وبنتكلم عن كل حاجه ممكن تبقى جديده او حديثه في مجال الجرافيك. هسيبك مع الفيديو تسويق لحد لما الفيديو يخلص ونرجع مع بعض مره ثانيه. دلوقتي كورس حمدي بقى متاح بخصم اكتر من 50% لفتره محدوده، ومن اقوى الحاجات اللي ممكن تشوفها هو ان كورس حمدي بيشمل 4 كورسات. ده غير كمان ان الكورس بيتحدث باستمراريه، كل التحديثات بتجيلك بشكل مجاني بعد الاشتراك، يعني كل فتره تحس ان انت معاك كورس جديد. الكورس بكل بساطه هيبدا ياخدك من مرحله انك زيرو تماما في مجال السوشيال ميديا او المطبوعات لحد لما هخليك تكون عندك القدره انك تشتغل كفريلانسر او في شركات كبيره. لان بكل بساطه ببدا اشرح لك التكنيكس والفنيات اللي تقدر تخليك تصمم ديزاينات سوشيال ميديا بشكل مختلف ومميز وسط العدد الكبير الموجود حاليا وبابسط طريقه ممكن تشوفها في حياتك. والاهم من كده هو مجال المطبوعات اللي هخليك فيه تقدر تصمم اي شغل ورقيات بالتقسيمات والاساسيات بدون اي مشاكل او لخبطه نهائيه. لانك ببساطه ما ينفعش تبقى جرافيك ديزاينر وما تعرفش اي حاجه عن شغل المطبوعات، لان ده بيفرق جدا في راتبك. لو انت مصمم عندك الخبره في السوشيال ميديا والمطبوعات، وقتها هتلاقي ان الشركات هي اللي بتقدم لك عروض لانها حابه تشتغل معاك مش العكس. ده غير كمان ان هفهمك واعلمك فنيات شغل الاوت دور بجميع مقاساته، سواء الصغيره او البيلبورد او الاستندات، علشان ما يبقاش ناقصك حاجه نهائيا. وبعدها هنروح لكورس التسويق الذاتي، وده هيكون الكورس الثالث معانا، واللي فيها هعلمك ازاي تسوق لنفسك وتبدا تجيب عملاء من مكانك، وازاي تسعر شغلك، وازاي تتعامل مع العميل بدون اي مشاكل او تعديلات كتير. يعني هخلي الديل يتم معاك بنسبه 99% تقريبا باذن الله. واخيرا كورس المونتاج، واللي فيها هعلمك ازاي تبدا تعمل مونتاج زي ما انا بعمل عندي في القناه هنا بالظبط، بنفس التريكات والتكنيكس الموجوده دي. فبس يا سيدي لو عايز تعرف كل التفاصيل هتلاقي لينك الواتساب في الديسكربشن تحت، تواصل معايا هتلاقيني هناك، وهناك هقول لك على باقي التفاصيل، ويلا بينا. طيب هنا النتيجه خلصت، ولكن في حاجه لازم اقول لك عليها للامانه انا فاضل واقف عندي على 99% اكتر من 10 دقائق، ثابت على 99% لحد في الاخر ما ادالي النتيجه، ولكن وقف على 99% دي حبه حلوين. هل ده بسبب مشكله في الموقع؟ والله ما اعرفش. هل ده بسبب النت عندي؟ لان انا النت عندي للاسف اللي هو الهوائي، فعندي النت مش بيكون مستقر، فهل هو السبب في المشكله؟ برده مش عارف، ولكن انت جرب. لو وقف عندك عند 99% سيبه، ما تقلقش، هيكمل معاك وهيديك النتيجه بالشكل اللي قدامك ده. فتعالى بينا نشوف مع بعض التحدي. طبعا جروك لا خلاف عليه خالص في التحريك، طبعا كلنا خلاص حفظناه. طيب على سبيل المثال انا مثلا مش عايز كل الكلام ده، عايز اشيل الكلام ده، وعايز مثلا ابدا اجرب حاجات تانية. زي ما قلت لك في مميزات كتيره انا والله ما جربتهاش، ولكن اول ما بمسك تحديث او موقع بحب اجيبه لك علشان خاطر انت تبدا تعيش وتتعامل، وكده معاك الطريقه اللي تديك
فيديوهات بلا حدود بالشكل اللي قدامك ده. هسيب لك انت الباقي تتعامل عليه، وهسيب لك كل حاجه تحت الفيديو في الديسكربشن تحت. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه عشان الرجاله زي ما قلت لك ما ينفعش انه يفوتك تماما. والاهم كومنتك التشجيع اللي بيفرق جدا يخلينا مستمر وما اغيبش عليك اكتر من كده. والاهم هو انك ما تنساش تصلي على النبي. وهتوحشني كتير لحد لما نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفك باذن الله على كل خير في رعايه الله.